ازاي انا ككارير كوتش بقرر هروح نتوركينج ايفنت ولا لا؟ اول حاجه لما بشوف الشركات كلها اللي موجوده في الايفنت ده، بعمل ريسيرش عن اكتر الشركات اللي انا هكون مهتم بيهم فيها، وبقدر اشوف هم وضعهم الحالي ايه، هم محتاجين ايه السبب اللي خلاهم يروحوا هناك الايفنت، وانا اقدر افيدهم بايه واستفيد منهم بايه، بحيث ان انا هتارجت الشركات دي دون عن اي شركه تانية. والشركات اللي انا مش عارفها هعمل عنها كويك سيرش كده، ولو لقيت نفسي مهتم هكمل، لو لا يبقى هستبعدها وهروح بس مركز على الشركات التانية، وان انا اعمل نتوركينج بقى بشكل عام لو عندي وقت تاني. تاني اعتبار انا هحطه ان انا من اسكندريه والايفنت ده في القاهره لمده يومين مش يوم واحد، فهل يا ترى هيبقى ورث ات؟ واحاول اعرف برضه هو من الساعه كام للساعه كام، علشان اشوف لما هروح امتى هلاقي مين الشركات اللي فاتحه، لان اغلب الاوقات في النتوركينج ايفنتس بنوصل لنص اليوم او الثلث الاخير من اليوم بتكون الشركات شطبت، فلازم بحاول قدر الامكان اعرف الشركات دي موجوده لمده قد ايه، من الساعه كام للساعه كام، في اليوم الاول بس ولا في اليوم التاني بس ولا في اليومين الاثنين. بعد ما عرفت الحاجات دي ولقيت ان انا فعلا لما هروح لاكتر من شركه مش شركه واحده اقدر استفيد منهم بحاجات وهم كمان يفيدوني، ساعتها بفكر جديا ان انا اروح ولا لا، وبجهز قبل ما اروح ايه الكلام اللي انا هقوله لهم علشان اشوف النيد بتاعتهم واوصل لهم النيد اللي هم عايزينها، وفي نفس الوقت يكون انا عندي بنفيت انا محتاجها، فيبقى وين وين سيتويشن، انا بستفيد وابقى حد مميز وهم كمان يستفيدوا. وهي دي الحاجات اللي انا بعملها علشان اقرر انا هروح الايفنت ده ولا لا. وللعلم الايفنت ده انا ما رحتهوش عشان انا كنت مشغول وانا كان عندي تدريبات في اسكندريه بعملها، فما لحقتش ان انا اروح.